فصل مدرس بسبب عرضه رسوما مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أمام تلاميذه في بلجيكا. مرحبا بكم على قناة أنوار بوست. أفادت وسائل إعلامية بلجيكية اليوم السبت أن السلطات قررت فصل معلم مدرسة بعد عرضه رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام محمد أثناء حصة دراسية. والحادثة حصلت في مدرسة تقع بمنطقة موليمبيك في العاصمة بروكسل التي تضم نسبة كبيرة من المهاجرين. ونقلت صحيفة لادغنياغ عن رئيسة بلدية المنطقة كاثرين موريو قولها: إن عرض الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو سبب الفصل، موضحة بأن القرار اتخذ بعد قيام المعلم بهذا العمل دون سياق تعليمي واضح. وذكرت أن فصل المعلم جاء لإظهاره صور كاريكاتورية بذيئة. وكانت إدارة المدرسة اعتبرت عرض هذه الرسوم ضمن حصة دراسية عملا غير مقبول، رغم أن المعلم اقترح على الطلاب الذين لا يريدون مشاهدتها أن يديروا رؤوسهم. ووفقا لشهادة تلاميذ المدرسة وهم في الابتدائي، فإن المعلم عرض أمامهم صورا كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم تحمل توقيع أحد الرسامين في مجلة شارلي إبدو الفرنسية. وتقول رئيسة بلدية المنطقة: بعد هذه الحقائق قررت البلدية إيقاف المدرس عن العمل. يذكر أن قرار فصل المدرس البلجيكي يأتي في ظل احتدام النقاش في فرنسا والعالم حول حرية التعبير التي أعلنت عنه الحكومة الفرنسية بعد حادثة المدرس الفرنسي سامويل باتي على يد شاب شيشاني قرب باريس، وذلك إثر عرض المدرس رسوما كاريكاتورية مسيئا للنبي عليه الصلاة والسلام في حصة دراسية. ما رأيك عزيزي المشاهد؟ شاركونا بآرائكم في خانة التعليقات. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.